بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة القرآن. وكل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة أول ليلة من ليالي العشر، العشر الأول من ذي الحجة، ولازم نعرف إنها فرصة جديدة الحق سبحانه وتعالى بيعطي لكل الأحياء اللي هيشهدوا العشر دول إنهم يرجعوا تاني. وعايزين نعرف إن في ناس كتير ما بتفهمش رسائل ربنا عز وجل، الشبكة عندهم ما بتوصلش. الحق سبحانه وتعالى يقول: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الحق سبحانه وتعالى يقول: وبلوناكم بالحسنات والسيئات وإلينا ترجعون. الحق سبحانه وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن نعرف إن الحق سبحانه وتعالى بيبعت لك رسائل خير وشر، فتنة لعل إن أنت ترجع وتعرف إنك في نعمة إنك عايش. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم لما يستيقظ من النوم كان يقول: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني، أو الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. كل يوم جديد في حياتك هو نعمة من عند الحق سبحانه وتعالى. فعايزين نعرف إن العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة كبيرة إنك ترجع. اعرف إن العشر الأواخر من رمضان فرصة. اعرف إن طول ما أنت عندك قرآن ومصحف في بيتك دي فرصة. اعرف ان الخمس صلوات في اليوم والمؤذن بيقول لك الله اكبر وحي على الصلاة وحي على الفلاح وما تروحش المسجد، اعرف ان دي فرصة. اعرف ان لو في حد جنبك مات، كان صاحبك او كان في نفس سنك او قريبك، اعرف انها فرصة، او اعرف انها رسالة من ربنا عز وجل. اعرف ان انت لو في تعسير في شغلك دي رسالة من الله عز وجل، عسى ان ترجع. اعرف ان لو في تأخير جواز، تأخير انجاب، قلة رزق، سبت شغلك، اعرف انها رسالة من الله عز وجل، عسى ان تعود. فكلها رسائل ربانية. ناس كتير ما تبقاش عارفة ايه الهدف منها او ليه يا رب عملت كده. الحق سبحانه وتعالى لا يريد منك الا الخير، لا يريد منك الا ان تكون رجلا مصليا او امرأة مصلية، لا يريد منك الا ان تعبده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فعايز اقول في عجالة ان احنا يا جماعة في ايام احب الايام الى الله، العمل الصالح فيها هو احب الاعمال الى الله. فرصة ربنا عز وجل احيانا حتى نشهد تلك الايام، فاجتهد ما استطعت بصلاة وبقيام وبصيام وبصدقة وبصلة رحم وبر والدين. يعني اجعل الحق سبحانه وتعالى يرى منك ما يرضى عنك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب إليك.